سقوط المرتبات، خوف الناس من ارتفاع الأسعار، خوف الناس من انقطاع الديزل، خوف الناس من انقطاع الكهرباء. قالوا لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عرفوا كيف يعيدون الأمر لله ويرتبطون بالله ويتجهون فيما دعا إليه الله في المعالجة. ما قال لك دخل المسجد ونم، لكن ابحث عن الوسائل وابحث عن الأسباب وابحث عن الطرق المؤدية إلى إيجاد الاكتفاء الذاتي في حياتك، حتى لا تقع فريسة للشيطان، ولا فريسة لأهل الأموال، ولا فريسة لأهل الإذلال، ولا فريسة لمن يشتري ضميرك، ولا فريسة لمن يشتري عقلك، ولا فريسة لمن يشتري علمك. وإلا فهؤلاء كلهم جاهزون. ما بين جماعات وجمعيات ومنظمات في العالم ما تعطيك إلا بشروط ولا تؤكلك إلا بشروط، وهي التي أوجدت الفقر في العالم العربي وفي العالم الإسلامي. ولو اتفقوا هؤلاء الذي يحكمون العالم في الاقتصاد ويحكمونه في السياسة ويحكمونه فيما يحكمون، لو اجتمعوا سنة من السنوات على أن كل فائض تجاري وكل فائض زراعي لا يحرق كما يفعلون ولا يضيعون في البحار ويوزعون على الشعوب، لوجدتم كل شيء بالمجان. لن تحتاج إلى شراء رز ولا لحم ولا معلبات، لأنها كلها بالزيادة. الله تعالى ضمن الأرزاق في الأرض، وقال ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الفشل الاقتصادي والجوع والأسعار والغلاء كل هذا مصنع، كل هذا مقنع، كل هذا عمله الشيطان وأتباعه في الأرض. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى جعل في الأرض ما يكفي البشر، وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. لكن انظروا كم يحرقون كل سنة تجار المال وتجار الأرز وتجار الفواكه وتجار المخرجات وتجار الألبان، كم يحرقوا في الأسواق حتى لا تنزل الأسعار. من عبث بالمجتمعات؟ هؤلاء يستحقون أن نعرف خطورتهم في الأرض. وأما حكام ووزراء وأشباههم وأمثالهم، هؤلاء موظفين، إيش بيسوون؟ هؤلاء موظفين ضمن نظام عالمي يفرض عليه وعلى حكومته وعلى قوته وعلى مظهره وعلى جيشه ما يراد، ولا يقدر يحرك راسه. لكن نعرف كيف تعيش الأمة. أنتم بتخرجوا إلى حياة، اعرفوا من أين تفهم الأمور وكيف تعالج، ولا نضر أحد. حتى الكافر نحن ما نتعلم الضرر كما يتعلم الغير، نحن ندل الكافر على الحق ونعرفه، لأنكم أنتم أمة تحملون مراهم وعلاجات، ما تحملون أزمات وصراعات. لكن الشيطان ما يريد للناس إلا الصراع، فيولد الصراع في الجامعة ويولد الصراع في المسجد ويولد الصراع في البيت. والآن في زمنكم هذا رفع الصراع من الأرض، رفعه إلى السماء. الآن جعل القنوات والأجهزة والفيسبوك وأشباهها وأمثالها هي المادة الأساسية لخلق الصراعات داخل البيوت. لو سألتكم وأنتم طلبة علم ما هي وظيفة المسلسلات في الأرض؟ الإثارة العاطفية، إثارة المشاكل. ولا كم مقدار ما يعلمونا ويظهروا لنا في هذا العالم من أنواع الألبسة؟ ما سمعتوا في الأبيات ضاعت عقول الناس؟ قال في الملابس، ملابس ايه؟ كم ترون ملابس الآن في العروضات اللي تروها في الأسواق؟ دخلت إلى سوق من الأسواق عندنا وكنت أقول للرجل ما هذه المعروضات كلها شبه عارية؟ قال ما عاد يجيبون لباس من لباس النساء ساتر، ما عاد تشتري إلا الموجود. يعني كمان ذي يقول لك يا تعري بنتك يا تلبسها هذا اللباس. من يفعل هذا؟ قالوا هذا السياسة التجارية، هذه سياسة الاستيراد، هذه سياسة التصدير، هذه سياسة ما أدري من بغينا نعرف من. يوم من أيام النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الشعوب ويقول لهم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع. شبر بشبر، شوف مقدار الثوب لما ينقص شبر، وبعدين انظر الثوب لما ينقص من مقدار ذراع من المرأة. شبر بشبر وذراع بذراع. قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قد ترى المرأة شبه عارية أو عارية، ما عاد هو عيب. وعاد إلا لما يرونك أنت تتكلم في هذا المكان يقولوا هذا جاء منين؟ جاء من البرزخ، جاء من الماضي، جاء من أي أمة، جاء من أي شعب، جاء من أي تاريخ. أي يريد من الناس؟ يبغوا الناس يلبسون عمايم، يبغاهم يلبسون جباب، يبغاهم يكونوا كما الشبال الأولين. ما يريد الناس يعيشوا الحضارة،
ما يريد الناس يعرفوا التطور، ما يريدون يحررون من حقهم الجهل الذي أضعفوا المرأة وأسقطوا العلم وأسقطوا التعليم وأسقطوا. والحقيقة تقول كلكم تكذبوا، أنتم اللي أسقطتوا العلم وأسقطتوا المرأة وأسقطتوا الرجل وأسقطتوا الحريات وأسقطتوا الوعي وأسقطتوا التعليم وأسقطتوا التربية وأسقطتوا الاقتصاد، وما سيأتي في ال10 سنوات أكثر. وابشروا، هكذا قال ربي. هذا الذي قاله الرب الخالق: ما بشر إلا الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة ورأوها في المجتمع ورأوها في الواقع قالوا إنا لله. وربي لما دعانا أن نقول هكذا قال: ارجعوا للقرآن وانظروا كيف معالجتها. قال: ولو أن أهل القرى، يخاطبكم يا أهل القرى، آمنوا، فهموا الكلام، واتقوا، أصلحوا سلوكهم في علاقتهم بربهم وعلاقتهم بعضهم البعض. لا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا، شوفوا كلمة حتى فتحنا، لفتحنا عليهم بركات. منين تأتي الفتح ومن تأتي البركات؟ قال: من السماء والأرض. السماء فيما ينزله الله من البركة وما ينزله الله من المطر، والأرض ما تنبته الأرض وما يظهره الله من أسرار، سواء كانت في زراعة أو كانت في صناعة أو كانت في معادن أو كانت في غيرها، لكن مبنية على البركة، ما هي مبنية على سياسة الاستيراد والتصدير والنهب للثروات كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأكلة القصعة، لما قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة عليه قصعتها. يتكلم عنكم أنتم الشعوب، شعوب العالم الثالث اللي يسموكم شعوب الفقر، يسموكم شعوب الجهل، يسموكم بتسميات غريبة. ومنهم اللي يسموكم الذي هم سبب الفقر، والذي هم سبب التخلف، والذي هم سبب ضياع الأجيال. نحن كما ذكرت لكم نرجع إلى تقرير القرآن، لأن القرآن هو اللي عرفنا من المسؤول، والسنة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، لأنها عرفتنا من المسؤول. ثم لما نقول ذلك ما نقف ضدهم، حتى هم اللي يؤذونا ما نقف ضدهم ولا ننازعهم، لكن نبين: لأهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. كما قلت لكم أنا أرى ناس يعالجون بالمظاهرات وأرى أناس يعالجون بالاعتصامات، وحصلوا كثير منهم ما يريدون، لكن أبشركم وأبشرهم أنه ما في حل، ما في حل. خذوا لكم 10 سنين الديزل بيرتفع والمواد الغذائية بترتفع والأمور اللي تشتكوا منها بترجع وبزيادة، لأنهم كلهم لا يملكون الحل، لكن يدفعوا بعضهم ببعض لأجل الصراع. لأن الشيطان المستثمر الخطير في الأرض لا يريد في الأرض إلا الصراع من يوم ما خلق الله آدم، فهو ينفذ هذا البرنامج في سياسة فرق تسد. أنتم طلبة علم وخاطبكم كطلبة جامعات وأغلبكم كذلك، إذا ما ترفعوا مستواكم في دراستكم للمستقبل على القراءة النصية الشرعية التي أنزل الله من أجلها القرآن وألهم النبي من أجلها السنة، لاستقرار المجتمعات من القرآن واستقرار المجتمعات من السنة، لن نجد استقرار من أي جهة أخرى، بل سنجد استمرار في الفشل واستمرار في الضياع واستمرار في الفقر واستمرار في الجوع. وكل واحد منكم يتخرج ويعمل لي بحث، هذا البحث لا يسهم في تصحيح واقع ولا يسهم في إعادة ترتيب مجتمع، هذا يسهم في استلام شهادة. كلكم اللي تدرسون الآن كل واحد يقدم بحث ويكتبه للجهة الرسمية ويعطوه عليه شهادة ويتخرج وينزل نفس المجتمع الموبو، ينزل في نفس المجتمع المريض، ينزل في نفس الواقع المصاب بهذه الجراثيم والفيروسات الملوثة التي لوثت العقل ولوثت القلب ولوثت الحس ولوثت الظاهر ولوثت الباطن، بدءا من اللسان وما تسمع من الكلام، ونتيجة بالممارسة وما يطبقه الناس في حياتهم الإدارية والوزارية والاجتماعية والمؤسساتية والتعليمية والتربوية والأخلاقية وإلى غير ذلك. في خلل خطير أصاب أمة محمد. إذن مشروع الأربطة، مشروع الجامعات، مشروع الجيل الجديد، مشروع المرحلة القادمة، لأجل نسهم كلنا في استقرار أوطاننا واستقرار بلادنا وحسن الاعتقاد فيما بيننا والاستفادة من الخطأ الذي حصل من قبل، ونحرر عقول الجيل من الصراع الاعتقادي وقد فعل فعله، والصراع الاجتماعي وقد أدى دوره، والصراع الطائفي وهو الآن القادم، والصراع الطبقي وقد خلص من عندنا ولا زالت آثاره، وغيرها من الصراعات القائمة. إذا ما نتحرر من طريق العلم
ودراسة الكتاب القرآن العظيم كمعالج، ودراسة السنة المحمدية كجزء من المعالجة، فإننا سنعيد الكرة من جديد، وستعود الكرة من جديد. اللهم إن الذي تأثر بمثل هذا الكلام قد يعيش معزول عن الواقع، غير قادر على التأثير فيه، لأن الواقع لا يقبلك، لأنك عنصر لا يمكن خلاياك أن تتلائم مع خلاياهم، فتضطر أن تبتعد وتعتزل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المجتمع إذا اختلط بفيروسات وجراثيم ملوثة. العاقل والواعي والمتأدب والمرتبط بالنبوة يقول: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي، لأن هذه المخرجات في الإعلام، في الثقافة، في السياحة، في التربية، في التعليم، في الاقتصاد، في النظام العالمي، في النظام الإقليمي، في النظام المحلي، في كل شيء، هذا المخرج الرسمي المطروح. إذا رأيت ذلك ما معك إلا تقبض نفسك، فعليك بخواصة نفسك ودعك من أمر العوام، فإن من ورائكم أيام القابض على دينك القابض على الجمر. صلوا على الحبيب.